كتابة الصيغ الكيميائية. ازاي اكتب صيغة كيميائية؟ هنشوف مع بعض. ايه ده؟ أول حاجة لازم تبقى عارف العناصر والتكافؤ بتاعها. بعد إذنك، للأسف تكافؤ العناصر حفظ. رموز العناصر حفظ، كلنا عارفين الكلام ده من أولى إعدادي. الكلام ده سيادتك أخدته في أولى وثانية وثالثة. أول حاجة في عناصر عندك وحدية التكافؤ، وبعدين ثنائية، وبعدين ثلاثية. تراجع معايا الرمز بتاعها. الليثيوم عليه رمزه إيه؟ الأي. دي عناصر وحدية التكافؤ. البوتاسيوم، كي. الصوديوم، ان ايه. اليود. اي. كده صح؟ لا غلط، السؤال لازم يكون كابيتال. أول حرف كابيتال والتاني اسمه الله ينور. كلور، سي ال. فلور، اف. عليه مش عليك. هيدروجين، اتش. بروم، بي ار. فضة. اي جي. الله ينور. الناس تقول لي ايو حبيبي، ايو ده الذهب، ها؟ خد بالك. طب بالنسبه للعناصر الثنائيه هريحك. اللي معايا من اولى وثانيه ثانوي عارف التركه دي. انا عامل 3 قواعد للعناصر الثنائيه. لو انت حفظتهم التكافؤ بقى في جيبك الصغير. مثلا انا ما بحفظش حبيبي التكافؤ حفظ. او سمي نفسك الطلبه بورقه. سيادتك الورقه دي موجوده في المذكره، هتكتب خط اليد زي اس اس بس تخليها معاك. هتشتغل بقى قيمه شهر شهرين، تلاقي نفسك بالتكرار او بالممارسه، عشان ما تقوليش انت حمار. بالحق التكرار بيعلم الشطار، ده طبيعي. تلاقي نفسك حفظتها بالتكرار، او احفظها من الاول وريح نفسك. اول قاعده عندنا قاعده كاف. ايه ده مستر؟ اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه. يا مستر ما الكلور كمل، ما عدا الكلور ادي كاف احادي، والكربون رباعي. يبقى اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه ما عدا الكلور احادي والكربون رباعي. اديني مثال. كبريت رمزه يعني اس. كالسيوم. سي اي. في كمان في المجموعات الذريه كبريتات ادي كاف، كربونات ادي كاف. يبقى اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه ادي القاعده الاولى، ما عدا الكلور احادي والكربون رباعي. القاعده الثانيه الاكسيد الباريوم والمغنيسيوم، ولا معايا؟ الاكسيد الباريوم والمغنيسيوم عناصر ثنائيه. ايه الاكسيد؟ حبيبي الاكسيد اللي هو او اكسجين. لما تقول اكسجين حبيبي الراحه، انت بتقول اكسجين نحاس ولا اكسيد نحاس؟ بقول اكسيد نحاس. ثاني اكسجين كربون ولا ثاني اكسيد كربون؟ ثاني اكسيد كربون. فانا بسميه زي انا بقوله عشان ما تلخبطش. يبقى الاكسيد او. الباريوم بي اي. الباريوم بي اي، بروم بي ار. في فرق بين الاثنين. باريوم بي اي، بروم بي ار. المغنيسيوم ام جي. كده القاعده الثانيه. يبقى القاعده الاولى قاعده كاف، الثانيه سمعها معايا علي وحضرتك معانا، يلا بينا. الاكسيد الباريوم والمغنيسيوم عناصر ثنائيه. القاعده الاخيره في الثنائي 5 ثنائيه: حديد ونحاس خرسين ورصاص وكمان الزئبق. طالب يقول لي يا مستر انت بتحفظ حبيبي الرموز والتكافؤ حفظ. دي اخر فرصه ليك انت تحفظ عشان مستقبلك. حديد ونحاس خرسين ورصاص وكمان الزئبق. عندي سؤال اهو، استنى شويه. الثلاثيه عناصر كتير قوي، عندنا منهم 4: نيتروجين، فوسفور، ذهب، الومنيوم. النيتروجين ان، والفوسفور بي، الذهب ايو الناس الاسكندرانيه قرايبي، الومنيوم اي ال. يبقى ده كده تكافؤ العناصر بالنسبه لي. نصيحه: لو انت حفظت الثنائي والثلاثي الباقي هيبقى احادي. في حاجه تانية في عناصر عادة التكافؤ، وريها لنا سؤال الناس اللي هي الحديد والنحاس. مستر في منه ثنائي وثلاثي، صح؟ بصوا رجاله وبنات، في عناصر ليها اكتر من تكافؤ زي الحديد وزي النحاس. مش دول بس، ده ال5 دول ليهم اكتر من تكافؤ. ايه ده بجد؟ بس خلينا دلوقتي اللي احنا اخدينه من اولى اعدادي. الحديد ليه تكافؤين، يا اما ثنائي ثلاثي. على اللي انتوا سميتوهم في اعدادي حديدوز حديديز. وحديديك. في ناس حديديك وحديدوز، صح. هتسمع مدرسين كتير في الاونلاين بيقول لك يحط الحديد مره في الثنائي ومره في الكلام ده بيلخبط. لو قلت حديد وبس سكت بعتبره ثنائي. تاني، حديد وبس بعتبره ثنائي، نحاس وبس بعتبره ثنائي. مستر تاني، طب كمل. النحاس ليه تكافؤين، يا اما احادي ام ثنائي. تعال نشوف الحكايه دي. لو انا جيت في الامتحان قلت لك كلوريد حديد وجنبه العلامه دي، حبيب الكيمياء اللغه انا بتعلمها، الحديد انا علي بعتبره ثنائي ولا ثلاثي ولا احادي؟ ثنائي. ليه؟ جنبه الرقم ده بتاع الحديد. طب يا مستر لو جنبه العلامه دي
بعتبره. ثلاثي. طب لو قلت كلوريد حديد وسكت كده يبقى ثنائي. كمان مره. بص يا حبيبي، الحديد لو جنبه العلامه دي بعتبره ثنائي، ولو جنبه العلامه دي بعتبره ثلاثي. طب لو جيت قلت حديد بس وديرت تكتبها عندك، حديد بس، ثنائي. نحاس بس، يبقى ثنائي. حديد بس نحاس بس يبقى ثنائي. وهبان معاكم وانا بحل دلوقتي. طب امثل في عناصر غيرهم؟ في لف للذات. لف للذات زي النيتروجين والفوسفور، ده لهم تكافؤين، يا اما ثلاثي يا اما خماسي. ما بتكتب لهمش ارقام باللاتيني، طب انا عارف ثلاثي وخماسي بس. هبان معايا في المعادلات باذن الله. يبقى اهم حاجه عندي مين؟ الحديد ومين؟ والنحاس. سمي الله وصلى على رسول الله. ازاي اكتب صيغه كيميائيه؟ اول حاجه عشان اكتب صيغه كيميائيه الرمز اسفل اسم، وبعدين بنبدل التكافؤ. تعال نطلع بره كده ونشوف كده رمز وليكن كلوريد كالسيوم. ازاي اكتب الصيغه؟ الرمز اسفل اسمه، الكالسيوم عليه رمزه سي. كلور، سي ال. بعدين نبدل. تكافؤ. ايه يا مستر؟ فاكر القاعده اللي قلتها لك من شويه؟ قاعده كاف، اي حاجه تبدا بالكاف ثنائي. ما عدا الكلور احادي. كربون رباعي. دي كده ايه؟ كاف. طالما كاف تبقى ثنائي، اكتب 2 ولا ابدل؟ ابدل، يبقى هنا 2. الكلور احادي، الواحد بيتكتب؟ لا. عامل زي السين، هل بتكتب الواحد اللي تحت منها؟ لا. يبقى نرجع تاني، اول خطوه الرمز اسفل اسمه وبعدين نبدل تكافؤ. التكافؤ. سمي الله وصلى على رسول الله، يلا بينا. تعالى هتحاول تمليه الرمز. صوديوم ان سي ال. كلور سي ال. شوف التكافؤات، صوديوم اهو احادي، سي ال احادي. احادي، والكلور احادي. طبعا كاف، اي حاجه بالكاف ثنائي ما عدا الكلور احادي. ما عدا الكلور احادي. احادي احادي بنكتب حاجه؟ لا. ملح الطعام، الله ينور. الكالسيوم سي اي. كلور سي ال. يلا بينا. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه ما عدا الكلور احادي. ثنائي، اكتب هنا 2 ولا ابدل؟ بدل. الكلور احادي بكتب حاجه؟ طب يلا بينا هنا. كلوريد الحديد، هنا هعلي الحديد تكافؤه. ثنائي. شايفين دي؟ الحديد ثنائي، الحديد اف اي. كلور سي ال. هبدل تكافؤ. يبقى ثنائي، اكتب الناحيه الثانيه 2 اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه. ما عدا كلور احادي، اكتب حاجه هنا؟ لا. وقف الفيديو واكتب لي انت كلوريد الحديد 3. هنشوف زميلك هيحل ازاي. اتفضل علي. الله ينور. تمام يا علي. ايه ده مستر؟ الحديد اف ايه، بس خد بالك خط عالي يعني تحس ان هو دكتور من دلوقتي. لا، هو القلم بتاع السبورة. الحديد اف اي كلور سي ال. حديد تكافؤه مش باينه هنا قدامك اهي، ثلاثي. هكتب 3 هنا ولا ابدل؟ هبدل. الكلور احادي ما بكتبش حاجه. اللي بعده الاكسيد. ايه الاكسيد ده؟ ما احنا هنسمع قاعده الاكسيد، يلا بينا. الاكسيد الباريوم والمغنيسيوم عناصر ثنائيه، اكسيد رمزه او. الرجاله والبنات وعلي، هشرح اول مثال مرتين. تمام. الصوديوم ان الاكسيد او. استنى بقى معايا التكافؤ لو طلع معلش معوقه شويه اهي. الصوديوم تكافؤه احادي، هبدل التكافؤ، الواحد ما بيتكتبش. سمع قاعده الاكسيد. الاكسيد الباريوم والمغنيسيوم عناصر ثنائيه، ثنائي هكتب 2. انا اسف تبقى حمار، حمار وعلمي عفوا. ايه ده مستر؟ ليه غلط؟ ده مدرس علوم زمان قال لنا 2 حبيبي. الاولى لما تبقى لوحدها تبقى 2، ده غاز الاكسجين صح، بس ده مش غاز، ده اسمه اكسيد صوديوم. عارفين الميه؟ افتكر كده معايا يا علي، H2O. هل بتكتب 2 تحت؟ ليه كاتبها كده؟ اصل الاو ثنائي، فانا ببدل التكافؤ الناحيه الثانيه. خدوا بالكم من دي. كمان مره نمسح. الصوديوم
ان ايه والاكسيد او. في ازمه. الصوديوم تكافؤه اتنين. احادي. عادي الصوديوم ولا الأكسجين الثنائي؟ احادي. اكتب حاجه؟ لا. الاكسيد الباريوم والمغنيسيوم عناصر ثنائيه. ثنائي. هبدل تكافؤ واكتب 2. الرجاله والبنات هتوقف الفيديو وهتكتب الثلاث رموز دول قدامك. انا مستنيك. اكسيد بوتاسيوم، اكسيد مغنيسيوم، اكسيد حديد 3. يلا بينا. الصوديوم ان ايه، البوتاسيوم عليه، اوكي. الاكسيد او. يلا نبدل التكافؤ. الصوديوم تكافؤه احادي والبوتاسيوم تكافؤه. وحيد برضه. اكتب حاجه الناحيه الثانيه. الاكسيد ثنائي. ثنائي. 2 ولا ابدل؟ ابدل. يبقى الاثنين هنا. يلا بينا الرمز ده. وقف الفيديو واسبقني وانا معاك. يلا علي. ام جي او. المغنيسيوم ام جي والاكسيد او. في تبديل عليه. الله ينور. سقف علي. الاتنين ثنائي. ثنائي وثنائي يروحوا مع بعض. مش فاهم يا مستر. اقول لك يا معلم، هنمشي بالراحه. الاكسيد الباريوم والمغنيسيوم عناصر ثنائيه. ده ثنائي هكتب 2. طب والاكسيد ثنائي هبدل واكتب 2. بابا دي عباره عن نسب. نسب بين الذرات 2 ل2. واحد لواحد. هتبقى النسبه 1 ل1 او راحوا مع بعض. ده انا مستر عينيا. الناس اللي مش فاكره الفكره ديت هتكتب عندك. عند تشابه التكافؤات لازم تختصر. بالراحه مستر. عند تشابه التكافؤات لازم نختصر. تبقى عندك عشان مهم. همسحها وهدها معاك كمان مره. المغنيسيوم ام جي، الاكسيد او. المغنيسيوم ثنائي هبدل واكتب 2 والاكسيد ثنائي هبدل واكتب 2. الاثنين هتختصر معاه الاثنين. تبقى الصيغه من الاخر مين؟ ام جي او. في ولد او بنت قال لي مستر انا كتبتها كده على طول زي علي. الله ينور عليكم طبعا. دكاتره يا باشمهندسين ان شاء الله. يلا علي، انت وانت باذن الله توقف الفيديو وحل. زميلك هيسبقني وحل. اتفضل علي. ارجع 5 ورا كده. الله ينور. لو انت عملتها زي علي انت تمام. مستر تاني بسرعه عينيا. بص يا حبيبي، الحديد اف اي والاكسيد او. الحديد تكافؤه ثلاثي. هبدل التكافؤ. والاكسيد الباريوم والمغنيسيوم عناصر ثنائيه. هبدل التكافؤ بين 2. هل ده في اختصار؟ لا. في ازمه عند حد؟ في مشكله؟ لا تمام. مستر انت بتقول بسرعه يا حبيبي. انا براجع معاك والله. الكلام انت واخده من اولى اعدادي لغايه النهارده. دي سادس السنه، حرام عليك. المجموعات الذريه. افتكرت. ايه ده مستر؟ المجموعات الذريه احاديه ثنائيه ثلاثيه. بالحق في رباعيه ومش علينا. المجموعات الذريه كتير قوي. اكتر موجودين على السبوره كمان. ايه ده بجد؟ هتراجعهم معايا. هيدروكسيد او اتش. تراجع معايا يا علي. هيدروكسيد او اتش. نترات ان او 3. نيتريت ان او 2. بيكربونات اتش سي او 3. الامونيوم ان اتش 4. استنوا بقى، في 3 مجموعات زياده اهم. مين دول يا مستر؟ سيانيد، سيانات، سايوسيانات. ايه؟ سيانيد، سيانات، سايوسيانات. السيانيد سي ان والسيانات سي ان او. كده علينا كلنا طبعا. سايوسيانات اس سي ان. هيبدا يبانوا معاك المجموعات ديت من باب الثالث ومن العضويه. يبقى تاني، السيانيد سي ان والسيانات سي ان او. سايوسيانات اس سي ان. لو انت عاوز تزود مجموعه في الوحدي كمان هتلاقيها موجوده في الورق. اسيتات او خلات. رمزها خلات بتاعت الخل. الله ينور عليك. بالله عليكم مش خلات. رمزها ايه؟ سي اتش 3 سي او او. رمزها ايه؟ سي اتش 3 سي او او. الثنائيه. فاكرين قاعده الكاف؟ اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه هي يا معلم. ما عدا الكلور احادي والكربون رباعي. بالحاجه رجاله وبنات، الكربون سي. الكربونات دي حاجه ثانيه عشان ما تلخبطش. الكربونات سي او 3. يلا بينا مع بعض نفتكر. الكبريتات اس او 4. ولا معايا؟ يلا بينا. الكبريتات اس او 4 والكربونات سي او 3. الكرومات فاكر الرمز عليه؟ سي ار او.
او 4. CrO4 كانت عليك في اولى ثانوي، والله ينور. سانكرومات عارفها ولا جديده؟ ما جديدة. سانكرومات Cr2O7. والماده دي لها دور مهم في تفاعلات الاكسده، هتشوفوا احنا شغالين باذن الله. الخرسينات ZnO2 كانت موجوده عندك في منهج تانية. الفوسفات في الثلاثيه عليك 2، واحده قديمه فوسفات وجديده مجموعه اسمها بورات. ايه البورات دي؟ رمزها BO3. خد بالك والنبي، البي بعينتين، لا بي فور بوك صح. يلا بينا. ايه يا مستر؟ هتسمعهم معايا بسرعه. هيدروكسيد OH، يلا بينا معانا علي. هيدروكسيد OH، نترات NO3، نيتريت NO2، الكربونات CO3 بكربونات HCO3، الكبريتات SO4 والكربونات CO3، الفوسفات BO4. بعد اذنك سيانيد CN، سيانات CNO، سايسيانات SCN. بعد اذن الرجاله او البنات ثانيه، عاوز افتكر ازاي اكتب الصيغ. بص يا حبيبي، وليكن مثلا هنا هيدروكسيد كالسيوم، الصيغه دي فيها تك. كربونات صوديوم. هنفتكر مع بعض وبعدين نحل. الكالسيوم رمزه سي. طبعا اللي مش فاكر، الطلبه بورقه حبيبي، افتح الورقه اللي فاتت بتاعت العناصر خليها قدامك. هيدروكسيد اويت. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه. اكتب هنا 2 ولا ابدل؟ ابدل. هكتب هنا 2. الله ينور. بس في غلطه. باي اللي هي الباي. باي. الله ينور عليك. الناس اللي مش عارفه الخدعه ديت تكتب عندها. المجموعه الذريه اهي لازم تبقى بين قوسين بشرط لما يبقى تحت منها تكافؤ. تاني، المجموعه الذريه لما يبقى تحتها تكافؤ تبقى بين قوسين. بالراحه. المجموعه الذريه لما يبقى تحتها تكافؤ تبقى بين قوسين. هيدروكسيد احادي، هكتب هنا حاجه؟ اكيد لا. الصوديوم، ان ايه. الكربونات CO3. الصوديوم تكافؤه وحيدي. ابدل اكتب حاجه؟ لا. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائي. اكتب 2 ولا ابدل؟ ابدل. في ازمه؟ بعد ذلك دقيقه، في الطالب الذكي جدا العبقري. في ناس عباقره معانا، عباقره عاليه يعني. بص ما شاء الله بالحق بيناضل عشان هو عبقري. الصوديوم ان ايه، الكربونات CO3. طالب ذكي او العبقري عارف بيعمل ايه عليه؟ بيشيل دي من هنا خليها هنا. غلط. ليه يا مستر غلط؟ الرجاله والبنات مع احترامي لبعض الناس، انا ببدل تكافؤ. المجموعات الذريه اي رقم من تحت دول ثابت عمره ما بيتغير. في بره رقم قبل القوس في ايه باللازم ما بيتغيرش، دايما ثابت. يبقى الارقام اللي موجوده عندك قدامك في المجموعه الذريه ثابته ما بتتغيرش. الصوديوم ان ايه، الكربونات CO3. ابدل تكافؤ احادي. اكتب حاجه؟ لا. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائي. هبدل اكتب هنا كام؟ ايه. يلا بينا مع بعض نشوفوا مين اللي بعده. هتوقف الفيديو بعد اذنكم وتكتب عندك الرموز دي. كم رمز؟ 4. الناس اللي نست الرمز اسفل اسمه ثم نبدل التكافؤ. يلا بينا علي. الصوديوم رمزه ان ايه. هيدروكسيد. او اتش. في حاجه قبل ما اكمل، حيدي. احادي واحاد راحوا مع بعض. الله ينور. في حاجه نسيت امليها لك وريت الناس كلها تكتبها عندها ملحوظه في الوش او في الورقه اللي انت هتطبعه او في كراستك. اي مجموعه ذريه اكتب كده، اي مجموعه ذريه فيها اتش احاديه، فيها ان احاديه. مش فاهم؟ ما انا عارف. تاني، اي مجموعه ذريه، الناس لما اجي اعمل لك قاعده بشبه برق اليتيم كده. صديقي الملايين في الكيمياء مش فاهم؟ عادي يا عم. اي مجموعه ذريه فيها اتش احاديه فيها ان احاديه. ازاي؟ تعال نشوف. هل الثلاثي يا علي في ان او اتش؟ لا. هو مش احادي. هل الثنائي في ان او اتش؟ يلا بينا. واحد قال لي ان يا حبيبي والنبي بالله عليكم. الان كابيتال ودي سموله.
تعالوا نشوف الأحادي. أي مجموعة ذرية فيها اتش أحادية هيدروكسيد، نترات، نيتريت، اتش. طب ان واتش أحادية، ان أحادية. يبقى أي مجموعة ذرية فيها ان أحادية فيها اتش أحادية. القاعدة دي ودي أمانة علمية تشتغل معاك أولى والتانية وتالتة ثانوي، بس للأسف واقف جنبها شوية في الكلية. في مجموعات ذرية فيها ان عالي وفيها اتش ثنائية وثلاثية كمان. إيه؟ ده مش منهجنا، أنا بتكلم في حدود المنهج. الصوديوم ان هيدروكسيد او اتش، ده احادي وده احادي. بنكتب حاجه تبقى احنا معظمنا بنقراها في الكيمياء نوتش. الصوديوم ان ايه، يلا بينا اللي بعده. البوتاسيوم عليه كي او اتش. هيدروكسيد او اتش، احادي واحادي راحوا مع بعض كو اتش، صح. طب يلا بينا وقف الفيديو، حاول تكتب ده. ملينا عليه الكالسيوم ايوه سي اي هيدروكسيد. او اتش اي حاجه تبدا بالكاف ثنائي. ما عدا الكلور احادي. اكتب اتنين ولا بدل؟ بدل. في حاجه ناقصه عليه، حط باي. صح. اي مجموعه ذريه لما يبقى تحتها تكافؤ لازم تبقى بين قوسين. هيدروكسيد امونيوم. وقف الفيديو حاول تسبقني انا معاك. يلا بينا نسمي الله عليه. الامونيوم رمزه ايه عليه؟ ان اتش 4. ان اتش 4. تعرف عنه ان في زمايلك كتبوها ال؟ ده امونيوم انما ده الامونيوم. ايه اللي غلط؟ شكرا. يبقى الامونيوم ان اتش 4. هيدروكسيد او او ولا او اتش؟ او اتش. الرجاله او البنات؟ ايه يا مستر؟ اي مجموعه ذريه فيها ان احاديه فيها اتش احاديه، احادي وحادي راحوا مع بعض. ما كتبوش. وقف بقى هنا على الفيديو شويه. في حاجه عندنا اسمها اسامي تجاريه. اسامي تجاريه اه. هيدروكسيد الصوديوم ليه اسم تجاري عليه؟ ما اعرفش انت فاكره ولا لا. اخدناه من الحرف العاديه. الله ينور، صودا كاويه. اللي بتستخدم في صناعه الصابون، صح؟ ليه سموها صودا؟ عشان الصوديوم. طب هيدروكسيد بوتاسيوم. الله ينور، بوتاسا. واحد يقول لي ليه بوتاسا؟ بوتاسيوم يا ابني. اه بيدلعوا بوتاسيوم. الله ينور عليك. طب هيدروكسيد الكالسيوم. واحد قال لي كالسيوم كوكا كاويه. انت جاي تهزر. لا ماء الجير. الله ينور، سقفل عليه. بالحق ده شغله هو، انا مش محفظه الكلام ده والله. ماء الجير. ثاني اكسيد الكربون بيعكر ماء الجير. دي برضه اخدتها في اولى اعدادي او السنه اللي فاتت. دي علي انت ما خدتهاش قبل كده، صعب تعرفها. هيدروكسيد الامونيوم اسمه ماء النشادر. يا مستر تاني اسمها ماء النشادر. ودي بالنسبه لنا عباره عن اسامي تجاريه. كم اسم تجاري دلوقتي؟ 4. دول عليك تحفظهم. لو كتبت لك كده طبعا بالاحمر هي فين. طب لو قلت لك صودا كاويه او بوتاسا كاويه او ماء الجير انت حافظ الرمز او حافظ الاسم. اللي بعده الحمض. الحمض يبدا بالاتش. خدوا بالكم الاحماض فهم ثم لو ولد او بنت لقى نفسه حافظ الحمض وليكن مثلا الهيدروكلوريك، كلنا حافظينه خلاص. ايه رمز الهيدروكلوريك عليه؟ اتش سي ال. انت لو سالت اخوك بتاع رابعه ابتدائي او بتاع اولى اعدادي هيقول لك اتش سي ال. اكيد انت فهمته زمان وبعدين حفظته فخلصت يعني. حمض الكبريتيك. الحمض اتش على اليسار، يبقى الحمض اتش على اليسار اتش. كبريتيك عالي اصلها اس او 4. كبريتات زي ما زميلك بيقول لك اس او 4. معناه ان اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه. ما عدا الكلور احادي. انت ثنائي هبدل التكافؤ واكتب هنا 2 يبقى اتش 2 اس او 4 كمان مره عشان زمايلك ليه؟ اللي ما كانوش مذاكرينها. الحمض اتش على اليسار ادي اتش. كبريتيك اصلها كبريتات اس او 4. ماشي، بدل التكافؤ. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه هبدل واكتب هنا 2. طب الهيدروجين احادي بكتب حاجه؟ اكيد لا. حمض النيتريك. اصل كلمه نيتريك نترات. NO3 صح، بس وقفوا معانا شويه. في بعض الناس بتقول يا مستر اصلها NO2. غلط. بصوا كده يا حبيبي، للاسف كلنا عندنا غلطه في الكيمياء بالعربي. كلمه نترات عارفينها؟ مالها يعني؟
بتتكتب باللاتيني كده نيترات. طبعا اللي بنت انجليزي اصح مني نيتريت صح. للاسف كلنا الاي دي ما بنكتبهاش. ايه؟ المفروض صح هنا في ايه؟ خد بالك عشان دي توقع في الامتحان عليه. صح اسمها ايه؟ نيترات فيها النيترات NO3. طب النيتريت NO2. يبقى النيترات NO3 النيتريت NO2. حمض النيتريك اصله نيترات يا حبيبي. اللي انا بعتبرها سايلنت ما بتتكتبش. الحمض اتش على اليسار. نيتريك نيترات رمزها NO3 احادي. تكافؤ احادي ما بكتبش حاجه. زي ما هو. فانا مدلعها مسميها NO3 HNO3. دول اشهر كام حمض عندنا عليه؟ 3 احماض. يلا بينا مع بعض نشوف الصيغ ديت. كربونات صوديوم، كبريتات بوتاسيوم، كربونات كالسيوم، فوسفات حديد 2. سيادتك هتوقف الفيديو وهتكتبهم عندك. علي عينك اللي معايا شغاله معايا على السبوره. الصوديوم علي رمزه Na. الكربونات CO3 صوديوم تكافؤه الصوديوم أحادي وكربونات ثنائي. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائيه. ايه ده ثنائي؟ هبدل التكافؤ يبقى Na ولا Na2؟ Na2 CO3. يلا بينا. الصوديوم Na انما البوتاسيوم K الكبريتات SO4 الكبريتات SO4 والكربونات CO3. الكبريتات SO4 والكربونات CO3. الرجاله والبنات لو دي مش واقعه منك اكتبها عندك. اكتب معايا هنذاكر ونعبد ربنا. يا رب يا هادي الصوديوم زي البوتاسيوم احادي. براحه مستر. يا رب يا هادي الصوديوم زي البوتاسيوم احادي. والله عجبتك اديك كتبتها، ما عجبتكش اشطبها. الناس طبعا اللي مذاكراها خلاص، اللي مش مذاكرها كده ظبطت معاه قوي. ده احادي اكتب حاجه اي حاجه تبدا بالكاف ثنائي. هبدل التكافؤ. كنا هنوقف الفيديو ونكتب كربونات الكالسيوم. يلا بينا. ملينا عليه كالسيوم C الكربونات CO3 لسه يا مستر. اللي عمل كده صح انت صح. في ناس تقول لي لسه انا معاك. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائي. اي حاجه تبدا بالكاف ثنائي. يلا بينا نبدل. هنا 2 وهنا 2. نروح مع بعض. فانت ممكن كنت طيرتهم بعينيك. تمام. مش لازم اعملهم كده يعني بالعين كفايه. طب يلا بينا هنا. اسبقني. فوسفات حديد 2. طبعا هيدينا تكافؤ اعلى. ثنائي. يلا نسمي الله ونحل. بسم الله. حديد Fe الفوسفات. BO4 تعالى معايا. الحديد تكافؤ ثنائي هبدل التكافؤ. هكتب الاثنين ازاي يا علي؟ باي 2 صح. المجموعه الذريه بحطها بين قوسين. الفوسفات تكافؤه ثلاثي. هبدل الناحيه الثانيه بهنا. 3 هل في اختصار؟ طب ليه انا مستر ما حطيتش اقواس؟ عشان عارف ان هم هيروحوا مع بعض. اللي معايا من اولى ثانوي حافظها عيله 2. طارت خاطر مع بعض المدرسين كلنا غالبا محفظينه بنفس الترتيب. اللي مسميه عيله 2 الملكه 2 حسب المسمى بتاعك. ايه عيله 2 دي؟ 7 عناصر في الطبيعه من ذرتين. في ايه؟ الشاشه دي معلقه معايا وقرفاني. حاجه اجرك الله. كم عنصر؟ 7 عناصر في الطبيعه من ذرتين. مين؟ H2 H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2. بالراحه مستر. H2 يعني هيدروجين. O2 أكسجين. ده غاز. الله ينور عليك. N2 نيتروجين. F2 فلور. Cl2 فلور. Br2 بروم. I2. بيو. يلا هنقولهم معايا. مش عايزك تحفظهم بالاسامي. لو انت مش عارفهم اديني كتبتهم. الرموز اسهل في الحفظ ودول حفظ. قولوا معايا. H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2. في شرط لما تبقى لوحدها. يا مستر لما تبقى لوحدها دي تعال نقول لك. يعني مثلا لو جيت قلت لك ان ACL وسيادتك حطيت 2 تبقى انت حمار علمي. انا اسف. ليه يا مستر بتشتمني؟ لو لوحدها بتاخد الرمز 2 صح.
انما لو حد جنبها تبديل تكافؤ، ليه؟ الكلور احادي، استغفر الله العظيم القلم معلق ليه ما تسالش، والكلور احادي، احادي واحادي راحوا مع بعض، هل بكتب حاجه تحت؟ لا. خد بالك من دي عشان مهم. يبقى امتى اديها الرمز تو او اللقب تو؟ قلنا في شرط لما تبقى لوحدها. ودي سينيه العبد الفقير لله محمد عبد المنعم. اتمنى تكون الحصه النهارده كانت خفيفه عليك ومش تقيله على قلبك. ان شاء الله بعد الحصه ديت هتلاقي الجزء الثاني موجود عندك في تاسيس الكيمياء. السلام عليكم، هتوحشوني الحلقه الجايه. السلام عليكم.